تعالوا بقى اقول لكم نعمل مع بعض شوية سبانخ مظبوطة وطعمها جميل. هنا انا جبت السبانخ بتاعتي، جبت كيلو سبانخ وعليه حزمة الكزبرة زي ما انت شايفة كده. هنا اختصارا للوقت انا قطعت معاكم الكزبرة وقطعت معاكم السبانخ عشان بس اوريكم فكرة التقطيع بس مش اكتر. يعني حاولي على قد ما تقدري لا تكبري في الورقة قوي عشان ما يبقاش شكلها لطيف في الطبق، ولا تصغري في الورق قوي. بس هو المفروض ان احنا بنغسل السبانخ الاول قبل ما بتقطعيها، بس هي الصراحة هتاخد مني وقت كتير، فانا حبيت اعملها معاكم بس اوريكم بس الفكرة. بس انتوا اغسلوها الاول قبل ما تقطعوها عشان ما تفقدش القيمة الغذائية بتاعتها. هنا انا كنت خلصت كمية السبانخ بتاعتي كلها، نقعتها في المية وسبتها بقى مع نفسها. جبت بقى بصلة زي ما انت شايفة كده، وبتجيبي معلقة السمنة بتاعتك وبتخرطي البصلة. عايزة تحطيها في الكبة بتحطيها، مش عايزة خلاص. بس انا بحب اخرطها عشان انا بحب طعم البصل في الطبيخ، لان انت عارفة ان البصل بيحلي الحاجة، فلما بتنعميها زيادة عن اللزوم بتفقد حلاوتها. بتاخدي بقى البصلة بتحطيها على النار زي ما انت شايفة كده، يا دوبك تاخد لون، وبتنزلي بالكيلو الطماطم بتاعتك. حطيت بقى هنا ربع معلقة توم بودرة، ونص معلقة كزبرة، على كمون يعني هو الدقة بتاعتك. وبتحطي معلقة بصل بودرة، وبتحطي واحدة مرقة الدجاج. عايزة تحطيها بتحطيها، مش عايزة تحطيها ما بتحطهاش. هنا انا كنت سبكت القوطة بتاعتي، وكنا غسلنا السبانخ حلوة قوي. اخدت بقى السبانخ حطيتها كلها على في الحله زي ما انت شايفه كده. ما تخافيش، حطي كميه السبانخ بتاعتك، هي كده كده ايه بتهبط. الخطوه اللي بعد كده انا بحب احط معلقه الرز عشان تعرفني ان السبانخ بتاعتي استوت. في ناس كتير بتحط فريك او يا اما لسان عصفور، اللي يريحك حطيه. عايزه اقولك بقى نص معلقه الثوم انا بحطها بعد يا دوبك ما السبانخ بتهبط عندي، بقوم نازله معاها بنص معلقه الثوم دي. بعد كده باخدها ارفعها تاني على البوتاجاز، يا دوبك بقى الرزايه بتاعتي كده تستوي. عايزه حبه ميه بحطها لها. والله يا بنات هتاكلوا شويه سبانخ ملهمش حل، خفيفه وجميله. حركه الثوم دي بتبقى اخف من انك تطشي الثوم عليها من فوق. في معلومة كمان كنت حابة اضيفها لك، ما تزوديش ملح زيادة عن اللزوم عشان السبانخ لما بتبيت يوم في التلاجة بتحدق، عشان نسبة الحديد فيها عالية فبيبقى فيها ملح شوية. فخلي بالك من ملحك وانت بتحطيها. وفي معلومة كمان، بلاش تحطي شبت على السبانخ بتاعتك عشان بيغير طعمها. انتي حابة يعني انتي بتعمليها بالشبت والبقدونس اسفة والكزبرة، بتعمليها. بس انا عن نفسي انا بحب الكزبرة بس، سبانخ يعني كزبرة، فبلاش تضيفي عليها حزمة الشبت عشان هتغير لك طعمها ومش هتديكي طعم السبانخ. احنا عايزين الكزبرة لما بتضيفيها على السبانخ بتدي طعم حلو قوي، بتدي نكهة حلوة قوي، زائد ان هي بتبين لك طعم خضرة السبانخ نفسها. انما الشبت بيشيل الحتة دي، بيشيل طعمها خالص. فانت حاولي على قد ما تقدري تقلي بس من طعم الشبت فيها. لو وصلت لحد هنا لايك ومتابعة عشان يوصلك كل جديد.